هو اللي أنا اخترته ده الصعب للأسف الشديد. هو أنا ما انفصلت خالص، أنا بديت مزيكا من قبل ما أبدأ الجامعة. يعني هسه من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لي إنه أنا أكون قاعد مع ناس ويقول لي غني لنا. مرحبا، أنا قمر محمد وبرحب بكم في بودكاست قمرة. زي العادة المرة دي رجعت لكم كمان عشان نحكي حكاية نجم، رحلة من الرحلات اللي ممكن تبدأ بنقطة بعيدة بس توصل لأماكن غير متوقعة. ضيفنا اليوم صوته عبق وقصته مزيج ما بين التحدي والشغف بالنسبة لي على الأقل. بداياته كانت من مدرجات مدرسة للطيران، واختار طريق مختلف تماما مليء بالإحساس واللحن والكلمة. فحابة أرحب معايا في قمرة بمحمد الكناني. مساء الخير. مساء النور عليك، شكرا على التقديمة الحلوة دي. والله تستاهل أكتر، لو في يدي كمان أكتر وأكتر. الله يكرمك يا رب، كيفك يا محمد؟ إن تسلم. شاء الله الحمد كويس. لله رب كله العالمين، تمام. تمام التمام أخي يا عم. أنا جدا شاكرة لوجودك اليوم في قمرة ولقبولك دعوتنا، وإن شاء الله نقضي مع بعض وقت حلو، تشرف والله، تشرف جدا. وتكون حلقة خفيفة على الجميع. آمين يا رب. يا رب. آمين إن شاء الله. أول ما تعرفت عليك وأخذنا وأعطينا مع بعض قلت لي إنه الكناني ده ما اسمي يا قمر، مم. واعتقادي يمكن في كتير غيري كمان ما هم عارفين إنه يعني ده ما اسمك وده ما اسم العيلة قصدي، فللي ما كانوا عارفين زيي. هو ده أول مرة طبعا يتقال الكلام ده. أنا كناني قبيلة، يس. يعني قبيلتي الكناني. أبوي اسمه الطيب عبيد الهادي، ما عنده أي حاجة بالاسم، لكن من بدري يعني أنا اخترت الحاجة دي نسبة لأنه بتسأل أنت كناني طيب من وين، أول مرة نسمع بالحاجة دي. يعني دي حاجة كبيرة جدا جدا فاخترتها، وسبحان الله هو أصلا العائلة برضو ناس كتيرة فيها مشهورين بنفس الاسم يعني، ما حلو. أنا أول واحد. فأنت حبيت تربطه مع اسمك فأنا عشان حبيت أربطه يتربط. بكده ومشى سبحان الله. خلاص بقيت محمد الكناني. بقيت محمد الكناني في بقى. بداية تقديمي قلت إنه أنت كنت يعني في مدرسة الطيران، بس طلعت تماما عن المجال هذا ودخلت في مجال كله إحساس وكله موسيقى وكله كلمات. فكيف كان اتخاذك للقرار ده؟ كيف ما كملت في الحاجة اللي ممكن كانت هي كبدايتك رغبة أو ما أو مش رغبة يعني، بس كيف لقيت نفسك انقدت إلى مجال الموسيقى؟ هو أنا ما انفصلت خالص، أنا بديت مزيكا من قبل ما أبدأ الجامعة. أوكي. يعني مجرد ما خلصت ثانوي بديت شوية أشوف الحاصل شنو، بحاول أفهم الاستوديوهات والتفاصيل. بعدين كان عندي شغف إنه أنا عايز أغني، أعمل غنى مش أغني وبس. مم. فبديت أتعرف على ناس بيعملوا مزيكا، بعد ذاك لما نزلت الجامعة أنا قريت هندسة طيران جامعة السودان. فبقت لي أول سنة صعبة جدا لأنه كنت مايل على موضوع المزيكا، بحاول أفتش على حتت ما بحضر كتير. السنة الأولى تعذبت فيها عذاب شديد، يعني حتى بقيت نقصت درجات، نقصت حاجات كتيرة. بعد السنة الأولى استوعبت شوية الحاصل، بديت أحاول أصلح على أساس إنه أنا لازم أوفق بين بين الحاجتين مع بعض. حاجتين. هاي اوريدي كنت بديت أشتغل في استوديوهات، من ألحان لإعلانات، بنسجل إعلانات بنعمل كده، ومنها بشوف في الدروب التانية. يعني بعد ما خلصت خلاص الموضوع بقى مهنة زي ما بقولوا. لو هرجع فيك في البداية كيف أصلا بديت تحس بالموسيقى أو كيف بدأت تدخل في حياتك؟ حسيت نفسك إنه أنت بتحب الحاجة دي؟ انت عارفة شغف من انت صغير، بتحب تتابع تفاصيل الفنانين، ما الفنان بس تفاصيله، بيجي كيف مشينا عرس، بكون مهتم بحاجات مختلفة شوية يعني. طلع مع منو، دخل مع منو، جه مع منو، وبدايته كيف وطلع وين. فبهبش في حتت كده صعبة شوية للناس الطبيعية. بعد ذاك الأناشيد بنلحن، الأناشيد بنغنيها من المدرسة. من المدرسة من بدري شديد. لكن ما كان في يعني ما حسيت الحاجة دي يمكن إلا من بعد الثانوي. إنه أوكي. شوية كده أنا عندي ميول للحتة دي، لكن ما قادر أحدد شنو بالضبط، إنه أنا أكتب ولا ألحن ولا أغني. أوكي، فما كنت عارف إنه عايز أغني يعني. ما غنى بس، يعني أنا لحنت قبل ما أغني.
فبعد كده شوية شوية اتدرجنا الحمد لله. بديت بتلحين الإعلانات، لو هسي هاقول لك الفرق ما بين تلحين الإعلانات الحاجة اللي وصلت ليها مثلًا في تلحين الأغاني، إمم. أكتر حاجة قريبة من قلبك هل الإعلانات بما إنها كانت البدايات، لأ، الصعب شنو؟ لأ أبدًا ما أبدًا؟ الإعلانات، لأن الإعلانات صعبة جدًا. أنت محكوم بزمن بالثانية، يعني 45 ثانية، 45 ثانية. أوكي، محكوم بكلام لازم يتقال بطريقة معينة، بيجيك 50 رفض لحد ما توصل للحتة الأخيرة. اللحن المناسب للإعلان، أكيد طبعًا، لأنه ممكن يكون يعني العُملا اللي أنت شغال لهم ديل أصغر واحد فيهم عنده اعتراض على حاجة، فبتضطر تعيد تاني لحد ما توصل لعدد الثواني اللي هم عايزينها بالطريقة بس الصح. ده كان تدريب كويس ليك كملحن، لأ؟ ساعدني في الغُنى، يس ساعدني بالضبط، في الغُنى أكيد، إنه أنا أعرف الحاجة اللي أنا دايرها بسرعة يعني، لكن في البداية كان صعب جدًا لأنه فبتحب تلحن أغاني أكتر بتطلع طبعًا. برّه الmood. حاليًا ممكن أقول لك باحب ألحّن أغاني أكتر. أول أغنية غنيتها كانت من ألحانك؟ أول اللي أغنية هي غنيتها كانت سمحة من لا، دي لأ؟ دي أغاني اندثرت اللي أنا باتكلّم لك عنها دي، يعني ده غُنى أنا كنت زي ما بيقولوا أنا وبعض 4، 5 أشخاص ما بس كان في زول تعتبر أول بيعرفني. أغنية ليك، لأ، لكن أول أغنية فعليًا ليّا كده إنها اشتهرت ممكن تقول هي سمحة اللي يا سِت سمحة يا ست البنات البنات، أيوه. دي أول أغنية اشتهرت، اشتهرت بس أيوه. ما أول أغنية من اللي لحّنتهم في لأ، البداية، ما أول تتذكّر أغنية. اسمها شنو؟ أكيد، اسمها كترة دموعك. أوكي، هاي كانت من كلمات محمد معاوية، ده برضه صاحبي بدينا سوا يعني، هو بيكتب وأنا بالحّن، فعملنا mix كده مع بعض. و والسبب اللي خلّى سمحة يا ست البنات هي اللي تنجح مع إنها ما كانت لحد الأولى اللحظة دي مثلًا، أنا ما عارف. ومش هي بس، يعني تقريبًا أي أغنية بالنسبة لي نجحت شديد أنا ما كنت حاسس إنها إنها هي اللي هتنجح، هي العكس، يعني في أغاني ما مسموعة إمم، جدًا كنت أخدت عليها آمال كبيرة إنه بنتعب فيها أكتر، شغلها كان أكتر، يعني ما بتمشي نفس فمثلًا مقوّمات النجاح ما بتقدر يعني لحد تكون اللحظة دي أنا بالنسبة لي بعد 12، 13 سنة كده كمحترف يعني، ما عندي مقومات فُل أقولها لك. في غنى ما بنتعب فيه كتير، اهم، محسوسة أي نعم أي أغنية محسوسة، لكن ما بنتعب فيه نفس التعب اللي بنتعبه في أغنية تانية. أغنية تانية، وسبحان الله تضرب اللي بتضرب شديد، يعني أنت ذاتك بتكون ما داير تحاول بعدها تشوف أنت دي نجحت ليه عشان تحاول في اللي بعدها يعني تعمل نفس عشان الموضوع. تعمل نفس الشي ما برضه ما بيزبط. بتحصل، كل واحدة ليها قصتها براها. تماما مختلفة. طيب ما بين غُنية والتانية أو ما بين لحن واللحن التاني، أكيد في فترات هتكون ضبابية مثلًا ما عارف بالضبط أنت يعني عايز شنو، هتمشي وين، الفترات دي مرّت في حياتك؟ طبعا أكيد. هو دي الحاجة اللي بتخلّي الناس تقول لك محمد مختفي، محمد ما بيظهر كتير، هو الموضوع أبسط من كده، لكن أنت كل ما مشيت شوية الاختيار بيصعب عليك، المسؤولية بتصعب عليك، يعني أنت ما كنت عارف إنه أنت مثلًا في أغنية هتنجح شديد، فبعدها الاختيار بيبقى صعب، هتفشل مرة و2 و3 و4 وبعد شوية تزهق تقول أنا ما عايز أصلًا، فهمت علي؟ فلا بتحصل يعني وصلت لمراحل بتكون خلاص كتير عايزة أوقّف جدًا، مثلًا، كتير وكيف جدًا. بتطلع منها وبترجع تاني وممكن أقوى وأحسن في فترة هو الفنان عمومًا بيتأثّر بالجو اللي حوالينه أيًا كان، يعني في فترات ما لها علاقة بالغُنى، بيكون عندها علاقة بالوضع اللي في البلد، بلا علاقة بغيره، قمة الإحباط ما بتكون قادر تعمل أي شي. في فترات بتكون ما عارف تختار شنو، إمم. يعني بتشوف الجو العام بتاع المزيكا الناس بتعمل في شنو، أنت مفترض تعمل شنو، شكل الحاجة اللي اخترتها لنفسك، لأنه هنا الصعوبة. في أغاني كتير، في شُعراء وفي ملحنين وفي حاجات. بس شكل الحاجة اللي بتشبهك شنو دي هنا المشكلة. ولمّا بتمَر بأغاني ناجحة وبعدين أغاني ممكن تكون عادية أو هادية عند الجمهور إمم. وبيناتهم في فترات ضبابية، ده كله طريق هو اللي رسم طريقك لحد اليوم مثلًا، بس لو هترجع بالزمن لورا، هل في حاجات مثلًا يا ريت لو ما عملتها غيّرتها أو هتختار نفس الطريق بالحلو والمُر؟ ده سؤال حلو شديد. هيخلّيني يعني أتكلّم في كذا حاجة. هو اللي أنا اخترته ده الصعب للأسف الشديد، يعني كونك إنه الناس كلّها تكون حتى الناس القريبين منّي أنت ما ظاهر كويس، أنت ما عارف شنو، بس هي الفكرة في إنه اخترت شنو أنت. يعني أنا ما بيغلبني إنه أنا أعمل أغنية هسّه في اللحظة دي إمم، أنا عارف إنها هتكون trend، كيف أنا ما قادر أفهم. إمم. يعني
في عوامل كتيرة بس بتخلّي هي الزول الأسهل وممكن بس ما الما نَفْسي فيه، أصح. ما نَفْسي فيه. أوكي. وهو كُلّه صح، بس أنا ما إمم. نَفْسي في كده، يعني أنا عندي مدرسة معيّنة، عندي فكر معيّن، عندي تفاصيل معيّنة فيها شخصيتي أنا. أنا الغُنى ده بالنسبة لي ما إنه باغنّي عشان أشتغل الليلة وبُكرة وآكُل منّه عيش وخلاص والدنيا ماشية وقروش داخلة ما أنا بالنسبة لي ما كده. إمم، إمم، إمم. غيري بيعمل كده باحترمه جدًا، بس أنا ما حابب ده. أنا حابب إنه أنا يكون عندي جو معيّن وفكرة معيّنة مختلفة، يعني يسمعني 100 نفر ولا 100,000 نفر بالسلطنة ما اللي أنا عايزها بالطريقة عندي. وبالطريقة اللي عايزها. يعني بالحاجة اللي أنا عندي، لأنه بنصنع غُنى، يعني ما باغني والسلام، باجي مثلًا حلوة لشاعر بنصنع. وملحن، بنصنع غُنى صح. من البداية، من أول حرف. بنقعد بنشتغل على الكلام، بنشتغل على اللحن. في فترات بسيطة اللي هي كنت باخد فيها مثلًا نفس النظام اللي في السوق، آجي آخد أغنية مكتوبة بس ملحن. برضه بالtouch عمري ما نجحت بتاعك. بالطريقة دي، آه. مع أشهر الناس، يعني في الوسط الفني الشبابي، أشهر الناس اللي بيقدموا غُنى ناجح مع أي زول أنا ما نجحت معه. ما ضبط معك. ما توفّقنا، يعني ما بيكون فيها الهيت. سبحان الله بانجح مع ناس أول مرّة يعملوا حاجة. الكلمات الأغاني لمّا بتكتبها أنت وتكون كلماتك بتكون أقرب ليك والّا ما عندك مشكلة حتى لو اللحن ما لحنك، الكلمات ما كلماتك، ممكن في حاجات بتلمسك؟ تلمسني جدًا، أنا ما عندي إشكالية في إنه أنا لازم أكتب، أنا مرّات باكون مضطر أكتب إمم. وباكتب مطلع. أوكي. فبعد كده باقوم عندي الشُعراء القُراب منّي بنعمل ورشة مع بعض، بنشيل ده وناخُد ده. صعب أنا بالنسبة لي دي المتعة هنا يعني. يعني أمتع من إنه إنك بعد تصنع كده الأغنية زي ما وقت قُلت. الصناعة ده وقت ما إحنا بنتشاور بنعمل لأ نغيّر دي، لأ نجيب دي. دي بتكون صعب مع ملحن غيرك لمّا بيشتغل لك بما إنه أنت أصلًا بديت في التلحين، بتكون صعب في التعامل معاه؟ باكون صعب مع ما اشتغلت مع ملحنين كتير، بس باكون صعب مع الملحن بيفرض، يعني بيكون ما عايز أي شي يتغيّر. آه. لازم تحط لمستك. فبعض مرات بتيجي لا إرادية، هي مش لازم، هي أنا صوتي ماشي في الحتّة دي، فأحيانًا شوية باخُدها مع أي مكان، فما أوكي. بيرضى. بت هنا بتكون بتكون شوي. شوية صعوبة ومرات بيكون هو صح، يعني آه. أو مش مرات، ودايمًا بيكون هو صح. وبيقنعك. باقتنع في السمع بعدين، يعني أنا أصلًا عشان آه، باكون يعني لازم تسمع في النهاية مستحيل. باكون عايز أعمل له الحاجة اللي هو عايزها، لكن ما قادر عليها أنا. إمم، إمم، إمم. فهمتِ علي؟ فهو بيكون صح في النهاية. طيب دي والله حاجة ظريفة منّك إنه أنت يعني بتمشي بالحاجة اللي قدّام يعني ما بتعذّبه في النهاية لو سمعتها واقتنعت إنها صح. لا، لا، لا خالص بالعكس. ما إحنا بنا ب ب دي متعة إحنا قاعدين نستمتع يعني، وإحنا في النهاية بنقدّم حاجة ما، يعني أقول لك شنو، ما حاجة الناس مثلًا ما حتموت لو ما سمعتونا، إمم. حاجة ترفيهية ولا في داعي للتنشنة ولا المشاكل ولا الكلام ده. حلو. وباستغرب في فكرة إنه الناس اتشاكلت في أغنية وده شال أغنية فلان مسالم شوية أكتر الموضوع. ما هو مسالم، لكن الموضوع بعد ما هسه أنا بقيت في السن ده مثلًا وفي هو السِن في ده. الفكر ده، يعني بالنسبة لي بقى الموضوع طب أوكي أنا صنعتها هاصنع واحدة تانية، يعني وين المشكلة؟ صح بعدين الموضوع كلامك. ترفيهي يعني. في النهاية اللي أنا عندي ما هيقدّمه غيري، واللي بيقدّمه غيري أنا ما هاقدّمه. مهما كانت هي الصناعة فعلًا كبيرة. هي بصمة وعندنا أيوه، كمية لازم من تكون في الناس. النهاية ممتعة عشان توصل بإحساس لطيف للجميع. بالضبط كده، يعني الموضوع أبسط من البسيط. حلو والله، كلام ظريف. الله يسعدِك إن شاء الله. طيب المسافات والإحساس بما إنك بديت في السودان وجمهورك بدأ في السودان ونجاحك بدأ في السودان، أيوة كانت عندك ترددات على المملكة السعودية، إمم. بس في النهاية يعني السودان هو الجذور والأصل اللي كلنا بنرجع له وبنبدأ منه. لما استقريت هنا في الرياض، آم، كيف إحساسك أو واللي تغير فيك كإنسان وكفنان؟ آه. ما عارف أقول لك شنو، يعني أنا زي إحساس السمكة طلعت من الموية. باسافر كتير جدًا، ما يمكن ما تمُر علي سنة من غير ما أسافر، لكن ما باقدر أقعد برّا السودان كده، م. حتى لو أهلي برّا بتاع ما باقدر. فالمرّة دي الاختلاف كان في حاجات كتيرة شديد. صح. أول شي زي ما قُلت لك إنه الواحد بدأ ينضج أكتر، يفهم الدنيا ماشية كيف، بقت في ضغوطات أكتر. بعد شوية الحرب، التنشنة، الحياة كلها اختلفت. أيًا كان استقريت وين، أنا بالنسبة لي عمري ما هاكون مرتاح الراحة الكاملة بالاقيها هناك، حتى وهناك في معاناة كتيرة وكبيرة يعني.
أكيد صح. لكن التعويدة بس. قاعد مرتاح الحمد لله، حاليا مرتاح جدا يعني الحمد ما لله. عندي مشاكل. بس هي في الموضوع في فقدان الفقد. شوية. انت يعني كل مرة بتكون فاقد الناس وعارف انت ماشي لهم 200. صح. هي دي الفكرة، المرة دي انت ما عارف. فهمت مزبوط. علي؟ يعني الموضوع ابدا ما اختياري. للأسف. ما- بس السؤال ده تقريبا سمعته مني قبل كده، بس هسأله لك تاني. آم، الفرق في آه، إنك لما تغني أغانيك جوا السودان وبرا السودان، مع إنه الجمهور هنا وهنا سوداني. مم. أما اشوف يا حولات السودان، لو في يعني مكان بيشيل 10 أنفار، مم. إحساسها مختلف تماما. أعتقد إنه ده فيه إجماع يعني كل الفنانين، ما بيتوصف. بتكون فرحان وهو بيوصلك إحساس زي يومتين لما تكون في السودان ويطلبوك حفلة برا، فتجي تلقى الناس مشتاقة لك إنك تشتغل لهم وترجع. مم. برضو دي بكون عندها إحساسها لطيف جدا. كل حاجة عندها حاجاتها برا. لكن أنت في السودان أنت حاسب نفسك أنت في مكانك. مملكتك يعني. فهمت علي؟ صح. أم- الناس كلها شغالة في نفس اليوم عادي. يعني أكتر من فنان شغالين حفلات في نفس اليوم، الناس بتمشي ليدا وبتمشي ليدا. التفاصيل أسهل. مم. مم. الدنيا أرتب كده يعني، ما بتكون أروق. شايل هم. أيوة للدرجة دي. للأسف الحرب غيرت كتير على جميع الأصعدة علينا كسودانيين، سواء اللي موجودين جوا البلد أو برا البلد. بس شكل جمهورك، طبيعة اللقاء فيه، آم، كيف كان أثرها عليك؟ وزي ما قلت، لأنه أكيد هو مختلف في مم. النهاية، فعرفتني على الاختلاف ده، بس تأثيره عليك. خلينا نكون واقعيين شوية عشان ما أعظم لك نفسي. هي الحرب دي زي ما بيقولوا عادة التشكيلة أصلا. مم. يعني في كان فترة بتاعة توقف كبيرة شديد للناس كلها. الاختيارات اختلفت. ما هي الحرب دي ما غيرت في الغنى بس، دي صح. غيرت في النفوس. بالضبط. خلينا البني آدمين والغنى والكلام ده، في للأسف. حاجات كتيرة تغيرت شديد. فبقى الترتيب ما نفس الترتيب. ناس جديدة طلعت بتغني، ناس جديدة بتعمل في حياة حلوة شديد. في ناس قديمة ما قادرة تشتغل برضو. أنا باحس إنه العيون بقت على السودان والسودانيين بشكل مختلف تمامًا عن كيف كانت زمان، وخلّت الناس تتشجّع إنها تطلع عن أول، أو ممكن كانت موجودة في الصندوق اللي متعوّدة عليه، بس لمّا اضطرت إنها الله يفتح تحتك عليك. مع جهات مختلفة وبرّا اللي متعوّدة عليه، فعلًا ظهر حاجات زمان ما كنا بنشوفها، وكتير منها حاجات حلوة طبعًا. دي الميزة هنا. دي الميزة إنه الناس طلعت. في ناس كتير كان أول مرة تطلع، صح. طلعت وشافت ثقافات تانية وحاجات تانية واختلاطات تانية وشافت من منظور تاني، بتقدر تقدم طبعا بطريقة أحسن. وبعدين يعني أنت الخيال بيفتح معك شوي. لو كل ما سافرت كل كل ما ما مشيت سافرت. حتة مختلفة. صحيح. تعاملت. هي الفنون بصورة عامة، تخيل ليه مش المزيكا بس، كل أنواع الفنون يعني براسك بيفتح أكتر. صحيح. تقدر تتعامل. فحاليا احنا في مرحلة كويسة شديد. محمد، أنت بتغني في العادة لنفسك والّا للناس أكتر؟ لمّا كده بتوقف وبتسلطن بتحس نفسك صراحة يعني نوع من الأنانية يعني، لكن بتغني لنفسك؟ لنفسي يعني أنه الأغلب بكون مغمض أصلا. لكن أوكي. يعني لو ما حسيت بنفسي إنه أنا لو ما اديت الحاجة اللي عندي أنا ما هوصل أصلا للناس. دايمًا في فلسفة بتكون لجميع الأشخاص في تعاملهم مع الغير، مم. والفنان بيكون حساس أكتر في فلسفته وبيعتبرها حاجة خاصة به شديد، وأحيانًا ممنوع حد يقرب منها. بالذات لما بنتكلم عن الظهور العام والشهرة، وبالنسبة لك في الغموض في جزء كبير منه جمال. عشان كده قليل مثلا بنلقى لك لقاءات أو ظهور عام مم. إلا لغناك. يعني لما جيت مثلا أفتش عن محمد الكناني بلقى أغاني كتير كتير مم. كتير، بس لقاءات ممكن ما بلقاها كتير. ليه؟ أنا اتفقت معك إنه أنا هتكلم بصراحة شديد. صحيح. هو أنا عندي أسبابي، لكن ممكن نكون يعني ممكن تتفق معايا وتختلف معاي يعني عادي، قابلة للصح وللغلط. مزبوط. أنا واحد من الناس ما بحب الظهور اللي في الفاضي يعني. الكلام ده ما على اللقاءات بس، حتى في المواقع، في السوشيال ميديا في كده ما بطلع أتكلم كتير.
لأنه شايف إنه يا أخي أنا باغني، هاطلع أقول شنو يعني، فاهم علي؟ إمم، ما في شيء يُستفاد منّي ممكن يكون فيه كتير. بالعكس، ممكن بالعكس. يكون والله العظيم دي وجهة نظري، أنا قُلت لك ممكن تكون غلط يعني، بعدين باشوف الظهور الكتير بيخصم، أنا باشوفه كده. ما أنا ما عايز أشوفك يعني ليه أشوفك كل يوم أصلًا؟ إمم. يعني أنت شغلتك شنو أنا اللي بالنسبة لي باحس إنه يفرق من يعني من فنان لفنان ومن ذكائه في التواصل، لأنه أنا مثلًا لمّا باكون عندي حد يعني باكون معجبة بشغله كتير، أحيانًا بيكون عندي فضول ح أقلّها أسمع صوته هو ما بغني، إمم، أقلّها آمم أسمع شوية من ثقافته، من فكره، من فلسفته، فباحس إنه بالعكس أنت حلو إنه ما بتظهر كتير، أنا معاك ما مختلفة، بس أوكي. كمان ب باتكلم عن نفسي لمّا باحب أشوف الشخص اللي أنا معجبة بشغله، عشان كده السؤال ده كان يعني بالنسبة ليّا جدًا فضولي إني أسأله ليك، بالذات لمّا قُلت إنه في الغموض ما عارفة لو نسيتها أنت إمم، إمم، الجملة دي، إمم، بس إمم، كان قُلت متذكّر آه. إنه في الغموض جزء كتير منه يُعتبر جمال يعني. أنا باشوف كده، أنا باشوف إنه ما مفترض الناس تشوف شخصيتك كلّها يعني، سواء أنا بالذات أنا يعني إذا بتغني، ما هو ما كل الناس حتُعجب بشخصيتك، صح. ما هتتّفق عليك، هم يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتّفقوا، فليه طيب يقوموا يشوفوا حتّة يمكن ما تعجبهم، خلّيهم في اللي بيعجبهم، خلّيهم في المزيكا. طيب شكرًا، والله شكرًا على ثقتك إنك طلعت مع قمرة يعني بعد جايك في الكلام والله، ما أوكي. عشان أنا ما يعني أنا أبدًا ما باعرف أجامل في الحاجات دي. الحاجة التانية اختيارات الظهور وين، يعني أنا الليلة واحد من الناس، أغلبية الناس عارفة الكلام ده وما كنت حابة أتكلم عنه كتير، لكن يعني زي ما بيقولوا exclusive صح كده بتنقال؟ هاقوله يعني إحنا عندنا الإعلام في السودان مقسّم شديد، إمم، أنا باتكلم عن ما قبل الحرب، بس أنا ما عارف كيف، إمم، إمم. يا إما داعمين يا إما متجاهلين، كإعلاميين ما كبشر يعني ما كناس. الداعمين يا إمةً لمواقف شخصية ومصالح شخصية، يا إمةً لأسباب تانية لا داعي يعني لذكرها business يعني وتطرق لها business بالواضح business كده، أي أوكي. ما هو الناس بقت فاهمة والجمهور بقى فاهم كويس إنه هو الميديا كله أو الإعلام كله ده بقى business مهمش وده صح. ما مهمش، وفي ناس كتير يعني أنا كويس، أنا الحمد لله رب العالمين نعمة كبيرة جدًا اللي أنا فيه، ولكن في ناس كتيرة مستحقة إنها تظهر ما في زول شغال بيها، إمم. والعكس صحيح. بيكونوا فنانين فعلًا. ده إعلامنا، الفرص اللي بتلقاها في الإعلام إحنا اتعودنا أو جيلي أنا شخصيًا يعني، بنغني بيكون في برنامج حواري وبيجيبوا الفنان يعني زي التحلية كده، الناس أكلت وتفضّل هاك والله العصير أحلى ده تعال تحلية غنّي. أحلى ما ماك تحلية أنتِ، طيب لكن ما ما كده بتاخُد قصدك. حقّك، صح، ما صح، بتاخُد حقّك صح. كفكرتك اللي عايز اللي توصّلها عايز والّا تقولها ككلامك اللي أو اللي عايز في تقوله، عقلك عايز تطلّعه. وأغلبية البرامج اللي أنا شُفتها ما حسّيت إنه أنا محمد ده ممكن أكون مشارك فيها صراحةً. إمم. فممكن يكون أصلًا أنا ما عاجبهم برضه يعني كُلّه من حقّهم، لكن ما عارف كيف، أنا حاسس إنه تظهر كل فترة وفترة تقول اللي عندك، إذا عندك شي تقول، ما عندك احترم نَفْسك خلّيك. لا، لا، لأ، أحلى أحد يظهر معانا، والله الله جادة، يكرمك ويعني يا رب. شكرًا إنه كان اختيارك أو قبولك إنه تكون في قمرة دي بعد كلامك ده كله يعني، ده يعني لنا لا الكثير والله صراحةً. صراحة أنا شُفت حاجات عجبتني يعني واتكلّمت معاك قبل كده في صح، الموضوع ده، صح، حصل. وأصلًا ما يعني ما خدت في نَفْسي 1% أكون هنا. لنا الشرف والله. الله طَب كيف يخلّيك بتقدر شرف ليّا بتوازن والله. يعني في رغبتك في الهدوء أو قلة الظهور في نفس الوقت إنه أنت كمان الجهة التانية تكفّي جمهورك بالغياب ده بجهة الغنى، إمم. الغُنى قصدي. ما قاعد أختفي نهائيًا في المزيكا. أوكي. يعني هو أغلبية الناس بتقول لك إنه محمد بطّل أو محمد قلّل، وأنا قنّنت، يعني بقيت ب باخُد وقت كافي إنه أنا أقول أغنية لإنه زي ما قُلت لك أنت بتكبر الأفكار بتبقى عندك أكتر من أول، المسؤولية بتاعة إنه يا أخي أنت عملت حاجة حلوة فما داير تعمل حاجات تانية فاشلة كتير، فاهم علي؟ فهمت داير عليك. تحاول تكون في نفس الlevel أو على الأقل إذا نزلت ما تنزل شديد، هي ما هيت يعني أنت أعظم فنان في التاريخ هتجيبه غناه ما كله ما بيقدر ناجح، فيه حاجات يكون وحاجات، ثابت دايمًا في القمة. في سلالم وسلالم يعني الناس بتتنجم بالغنى ما بالكمية، صح. فهمت علي؟ فدي الفكرة هنا، باحاول أنتج
لكن الإنتاج يكون يعني بطريقة كويسة. وفيه طريقة أنت فيه تكون سلبيات يعني، أوكي، فيه سلبيات كتيرة إنه بتقلل يعني الريتش بيقل. كل مرة بتحاول ترفع وبينزل تاني مع الوقت آي اللي بتحتاجه لمّا إنه تحتاج تجهّز فيه وقت حاجة تجهّز فيه جديدة. حياتك حتلقى نفسك شوية الريتش قَل. طيب بما إنك أنت قُلت إنه في الجيل بتاعي على الأقل، إمم، فده بيوضّح لنا إنه الجيل اتغيّر، أو الجيل الجديد مختلف إلى حدٍ ما عن الجيل اللي كان واللي قبله كمان، وفي أسماء دايمًا بتكون موجودة وما بتختفي، إمم، بس كيف الفنان بيقدر يحافظ إنه يكون حقيقي؟ تقريبًا ده بيخلّيك دايمًا زي ما قُلت إنه تقنّن إمم. أغانيك وتكون دايمًا حاببها بنفس التوجه والفكر اللي أنت عايزه، بس هل ده مع الوقت بيكون أصعب وأصعب عليك والّا لأ خلاص الموضوع بيكون أسهل؟ آه، حسب إصرارك. المغريات كتيرة جدًا إنّك أنت تنجرف في 100 حتّة، وال100 حتّة ممكن يكونوا صح ما كلّهم غلط يعني، إمم، لكن المبدأ. يعني أنا باشوف دايمًا الحياة بفكر يعني ما إحساس إنه أنا والله عاقل شديد والّا بتاع، لكن عندي ميزان باوزن بيه الحاجات. ممكن أحاول أطوّر، ممكن أحاول أطوّر، باطوّر في الحاجات اللي باقدر عليها مع الناس، باحاول أطوّر من نفسي، باحاول أسمع برضه. يعني فترة كنت باركب راسي شديد، ما باتقبّل ذاته زول يقول لي مثلًا يا أخي أنت الحاجة دي ما كانت ما أوكي، مضبو ما هو برضه أنا بني آدم يعني صح، أكيد، في حاجة هتوجعني كده، شوية، شوية لقيت إنه يا أخي معاهم حق طيب، فأنا أسمع، يعني أشوف إنه الناقص شنو أو بجد أنا الحاجة دي أسمعها أحاول أشوفها. بديت أحاول أغيّر الأسامي اللي باتعامل معاها بشباب أجدد شوية، هي دي الفكرة يعني، وإنك تحافظ دي هي صعبة، يعني صعبة لإنه أنت عايز تكون في مكان أحسن، عايز تعمل، لكن في نفس الوقت آآ في الزول التاني اللي هو البني آدم، أنا إمم، ما عايز أغني لي شكل غُنى أخجل منه قدّام ناس بيتنا، إمم، أو قدّام ناس بيعرفوني، أو قدّام أصحابي في بيتهم، فهمت شخصيتي إنه عليك، يكون فيها صح، عيوب، مليان عيوب أنا، لكن ما كل كلنا الناس شايفة بني آدم، شخصيتك، شايفة غُناك. صح، فدي أنا نظريتي في الحياة. طب إحنا بنسمع لك، أنت بتسمع لمنو؟ هتصدقيني والّا هتقولي دبلوماسية؟ لأ، أنا ما باسمع بالاسم، أوكي، باسمع بالأغنية. يعني أي أغنية تعجبني لأي زول عمره سنتين، عمره 50، عمره سوداني 60، ما سوداني، عربي، أجنبي، كله، لكن بالأغنية ما وأنت جاي لقمرة هسي كنت بتسمع في شنو؟ أنا كنت باسمع في أوبريت عملناه 2015 فيه 36 فنان تقريبًا اسمه عشان بلدنا، حلو. كان أول مرة أسمعه، فهمتِ يعني ما أحس كل مرة أو كأنها أول مرة تسمعه. طوّلت منه شديد يعني 2015 ما سمعته قريب أبدًا، فبالصدفة جو اندمجت صراحة. لقيت إنه إحنا عملنا حاجة أكبر مننا، يعني أنا يا دوب بديت أستوعبها. ما حاجة عظيمة جدًا. يس، فدي الحاجة اللي كنت باسمعها. عربي بتسمع والّا باسمع عربي، باسمع أكتر أي حاجة، بتسمع مغربي؟ باسمع أي شيء، أي شيء يخطر على بالِك، وأكتر عرفتِ؟ أكتر ممكن أكون ما ميّال للغربي بس، أوكي، ما ده اللي ميّال له، كنت عايزة أقوله لكن لك. العربي أوكي. وأكتر حاجة ممكن قريبة منك أو بتحس إنها بتشبهك، ما عايزة أسماء، بس يعني كمدارس مثلًا، مثلًا باحس إحنا السودانيين أقرب حاجة أو حاجة بقت مو أقرب حاجة، بس المنتشر دايمًا هو الأغاني المصرية مثلًا. أنا اكتشفت مؤخرًا جزء كبير من أصحابي بيسمعوا الأغاني الموريتانية، إمم، وبقت منتشرة عندنا في السودان شديد، بس أنت يعني أكتر حاجة بتحسّها قريبة منّك أو لمّا بتسمعها يعني بتحس إنها بتلمسك أكتر، متغيّرة عندي حاجات، لكن متغيّرة من فترة لفترة، ما يعني هسه ثابتة. السنة دي مثلًا ممكن يكون حاجة، بعد سنة، سنتين حاجات تانية. يعني الموريتاني ده كنت فيه قبل سنة ونُص مثلًا. هو تقريبًا الفترة دي هو اللي بدأ يدخل عندنا، هو بدأ ينتشر عمومًا مش عندنا بس، صح. لكن الفترة دي يعني أنا ماشية لي على حتّة تانية كده خالص، وين؟ عرفتِ يعني لا مادّي على الجزائر، يعني ماشية حلو، على حتت أغانيهم حلوة كده. شديد. هاي المزيكا بتاعتهم برضه أحس الراي إنه فيها حاجات حقتنا شوية برضه، يمكن مشابهة. فيها في الرتم بتاع
الأدوات الموسيقية فيها حاجات بالضبط قريبة كده، مننا. بالضبط أنا كده. باحب الراي الجزائري جدًا، وبالذات لمّن بديت أقرا عن قصته وكيف هو ارتبط عندهم بالنضال، إمم. وكانت صدمة حياتي أعرف إنه الجزائر لو أنا ما غلطانة استقلّت 61 1961 which is تقريبًا في عمر آبائنا وأمهاتنا يعني، حاجة قريبة جدًا، وكيف الموسيقى كانت عندهم مرتبطة جدًا إنهم يستردوا وطنهم. هم يعني عمومًا لمّا تحسّي موضوع أفريقيا ده كُلّه كده، إمم، عندهم هَوَس بالمزيكا، صح، سواء اعترفوا أو لأ، صح، فهمتِ صح، علي؟ لكن يعني أنت بتمشي كل مرّة بتحس إنه في ناس ما عندها أي علاقة، ما بيعرفوا يشتغلوا ذاته لو ما سمعوا مزيكا مثلًا، صح. مِهَن كتيرة يعني حاجات كتيرة، فلأ هي لغة. طيب لو قُلت لك ده سؤال بيتكرر كتير وباحسه أحيانًا تقيل، بس جه في بالي أسأله. إمم. لو لو ال إحنا كلنا بنقول إن الفن رسالة، بس أحيانًا في ناس بيقولوا لأ، الفن ما رسالة، يعني الكلمة كبيرة أو المسؤولية كبيرة لمّا تقول إنها رسالة. أنا بالنسبة لي رسالة بطريقةٍ أو بأخرى. لو محمد معتبر الفن رسالة وعايز يشتغل عليها الفترات الجاية بشكل أعمق، إمم. هتكون عايز توصّل شنو؟ هاكون عايز أوصّل شنو؟ بالذات إنه أنت بتلِف وبتدور إنه بتقول إنه أنت وصلت حاليًا لنضج مختلف تمامًا عن اللي كنت عليه ما السابق، هو عشان وبالذات كده أنا التجارب اللي مرّت عليك. عملت جوّانا عمل عشان كده يعني. قبلها يمكن كنت مختفي فترة طويلة وباعمل في حاجات بالنسبة لها هي ما كانت قوية، لكن بعد ذاك اكتشفت إنه أنا لازم كل فترة وفترة أعمل حاجة بتخص موضوع زي ده. يعني أنا الغنى الوطني ده باعمله من زمان، ما مستني شكر من زول ولا كده، دي حاجة أنا حاسيها باتعامل معاها، يعني أنت بتعبّر بس عن الباقيين. إمم، إمم، فممكن يكون أنا رسالتي البسيطة شديد إنه أنا أعبّر على عن فئة معيّنة من الناس، ممكن أقول نفس اللي عايزين يقولوه لكن ما عارفين يقولوا كده. بتكون صوتهم بشكل أو بآخر. بالضبط كده، لكن ما عايز أزيد الموضوع وأقول والله أنا رسالتي الموضوع بسيط بالنسبة لي، أنا رسالتي إنه الحاسّي يقولوا كلام جميل. بلا خوف يعني. لو قُلت لك ادّيني اسم أغنية مثلًا اليوم وأنا راجعة أسمعها في الطريق ليك، هتقول لي ليّا شنو؟ أنا، إمم. جوّانا عمل. دي الhit بتاعك ده أكتر عمل ممكن يكون أنا بالنسبة لي ماشي أكتر من أهدافي اللي أنا عايزها. يعني لمّا اخترنا إنه نعمل الحاجة دي للمرّة التانية، هو كان قبل كده معمول بأسلوب أو كلام مختلف، ودي النسخة التانية منه، إمم، فكان عندي فيه أهداف لكن زادت. يعني أوكي. اكتشفت إنه هي لامست حتت أكتر من المتوقع بكتير شديد. باحس في حوالينا حاجات كتير مستفزة بتخلّينا أحيانًا إمم. بنطلّع بالضبط كده. الإحساس ده أو الكلمات دي أو الشعور ده. بالضبط كده، مسؤولية هي دي المسؤولية حرفيًا، إنه بقت أنت في ناس ما يعني أنا باغني لي 12 سنة، في ناس أول مرّة تعرفني بالأغنية دي. إمم، فإن شاء الله ربنا يقدرنا إنه نعمل حاجات إن مثلًا شاء على الله، نفس متأكدة بإذن الله. يا رب، يا رب. و والجديد؟ ده جديد فنيًا. Yes of course. ما أقول لك إنه ما في مشاريع، المشاريع في لكن إن شاء الله بس الوضع يستقر، يعني أنت بعد مرات بتكون خدت خطة صح، بتحصل حاجة بتنهي كل الخطة دي، لمّا الوضع يرجع يستقر بتلقى الحاجة اللي أنت عملتها ما مناسبة لازم للموضوع تغيّرها. حاليًا هسه. فمن ناحية إنه في حاجات، يعني أنا لحد الآن صراحةً ما حاسس إنه أنا أديت 10% من اللي عندي، صراحة يعني ما كلام كبير. والله العظيم بجد. ده كلّه وما وصلت ل10%؟ والله ما حاسس إنه أنا اديت الحاجة اللي أنا جوايا داير أوصّلها، حاسّيها أكبر من كده بكتير، لكن أقول لك شنو، بعض مرات بيكون المشكلة الأكبر أنا ذاتي، لإنه أنا عندي مشكلة يعني يمكن لي سنتين باحاول أعالج فيها حاليًا، إنه أنا باخلط ما بين شخصيتي جوا حاصلة لي حاجة مثلًا فبتأثّر علي فنيًا، إمم، إمم، إمم. فباحاول أفصلهم من بعض حاليًا، إنه أنا أقدر في كل تبعد الفنان عن أيوه، في كل الحاصل الحالات جواك أقدر ده كلّه. أقول يعني أقول الحاجة اللي أنا داير أقولها، فأتمنى إنه الفترة الجاية دي إن أي شاء الله. فنان بيغني في المناسبات دايمًا بيكون عندي فضول
أعرف يعني أنا دايمًا باقول إنه إمم، أنا باحس إنه عندي شخصيتين، قمر وقمرة. اهم، تمام؟ وأي إنسان فينا عنده أكتر من شخصية وعنده أكتر من شكل للتعامل مع غير. إمم، الفنان لمّا بيغني لنفسه، بما إنه أنت دايمًا بتغني لنفسك، بس الفنان لمّا بيغني في نطاق بتاع حفلة مثلًا، إمم، غير عن لمّا بيغني مع أصحابه مثلًا، غير لمّا بيغني مثلًا بين أهله، غير لمّا بيغني في المناسبات مثلًا خاصة. الخاصة. آمم، شخصياتك اللي بتختلف ما بين كل نطاق من النطاقات دي بتشوفها كيف؟ والقريب على قلبك أكتر حاجة كيف أو شنو؟ ال الحفل الجماهيري بيكون مخيف نوعًا ما، لأنه أنت قاعد تقدّم فيه غناء يعني في الأغلب غناك بحت، إمم، إمم، وبروفاتك الصعبة وحياتك الصعبة لأنه الناس جاية تسمع فقط لا غير. الأعراس وناس كتيرة ما عارفة أصلًا إنه أنا باشتغل أعراس يعني، اهم، لكن العرس 90% من الناس ما جاية عشانك أنت يعني أنت يعني أنت مكمل للموضوع. لقوك تمام اتبسطوا، اتبسطوا، بالعكس الmood اللي هيدّوك له كمان حيكون أحلى بكتير. حلو، يعني أنت لكن تركيزك بيكون على خلق الجو أكتر من فكرة الجودة، فهمت الجو عليك. ما الجودة. آآ الناس في الحفلات الكبيرة جايين يسمعوا، والناس اللي في الناس في الحفلات الحفلات الكبيرة جايين الخاصة عشان جايين الجودة ما عشان يس، الجو. صح، صح، فهمت علي؟ فلأ الحفلة بتكون تنشنتها أكبر بكتير طبعًا، الحفلة الكبيرة، بكتير، وكل ويكون حفلة أصعب من قبلها يعني. التوتر أكتر قبلها. توتر وأنت خايف تنسى حاجة، بعدين يعني الموسيقيين الله يديهم الصحة والعافية كتار بيقدروا يشايلوا في حاجة، أنت واحد أنت عارف؟ ما ما في بتقدر زول تعتق حيلحقك. نفسك. أيوه، ما في زول حيلحقك صعب شديد. فبيكون تنشنتك ما بين إنه طيب أوكي الحضور كويس، أنا شكلي كويس، صوتي كويس، الغُنى ما دارت أروّح حتّة، إمم، 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 خدت في بالك كمان الناس اللي بتقارن، صح، يعني خصوصًا الزول بيكون عنده أعمال خاصة، فالناس بتقارن إنه طب أوكي في الlive أحسن والّا صح، صح، في صح. البتاع أنا دايمًا أحسن. بيكون عندي الحاجة دي لمّا باحضر حفلة مثلًا باقول لهم لأ، صوته وهو بيسجل بيكون أوضح، كلماته أوضح مثلًا، قادرة ده أفهم شيء طبيعي وهو ده إمم، 100% يعني، لأنه في النهاية في مهندس صوت قاعد أيام عشان خاطر حاجة 4 دقايق، صح، تختلف عن فكرة إنه في حاجة لايف. live هسه في اللحظة دي. وطبعًا بتنقنق وبتنبسط وبتلقى نفسك في القعدات العائلية أو اللي مع أصحابك. تصدقي لأ، لأ، صدمتني. والله العظيم. يعني هسه أنا من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لي إنه أنا أكون قاعد مع ناس ويقولوا لي غني لنا، كويس كأصحابي اللي قُلت مثلًا. لي، كويس جدًا اللي ورّيتني. لا، لا، كأصحابي كناس ما باحس إنه أنا حاليًا بقى already عندي استوديو، إمم، فقاعد في الاستوديو وبامشي البروفات وباشتغل حفلات، لمّا أكون عايز أقعد مع أصحابي ما عايز مزيكا، يعني هم اللي عجيب، بيكونوا الأسبوع كله شغالين مثلًا في حاجات تانية في بتاع، فلمّا يتلاقوا عايزين يتونسوا ويغنوا أنا فهمت العكس، عليك، أنا فهمت الوقت اللي عليك. عايز ألقاه عايز أتونس أكتر، عايز أعمل حاجات أكتر. كويس، المعلومة دي كويس إني أعرفها، كويس أحس كل أحد يعرفها حواليك. لا والله وبعض مرات ما بيطلبوا مني حاجة، يعني أصلًا نكون قاعدين نكون حاكمة لي إنه أنا عايز أغني مثلًا، أو عايز أعمل جو بتاع مزيكا، حلو، لكن مع ناس بيتنا دي لا. أبدًا. إمم، أنا مثلًا لو عندي واحد في البيت بيغني، أنا باحس نفسي أنا لو باغني هازعج كل الناس. لا، لا، لأ، هي وما أعتقد في زول في بيتهم ذاته بيقولوا له غني يعني، لأنه ما هو already اتعودوا عليك. بالله! أيوه، لأ، والله العظيم. ما بقول لك كده مثلًا تعالَ يا محمد عليك الله نحن قاعدين كده قعدة ظريفة تعالَ لا غني لينا؟ بتحصل، هي بتحصل مرات بسيطة شديد، ما كتير. لكن لا يعني ما في شي كده. والبروفات، ورّيني كده خلف الكواليس بتاعة بروفات، بتحبها بالنسبة لك حاجة تقيلة، لا بتنبسط طبعًا، هي فيها؟ بالنسبة لي تمرين أنا أول شي. حلو، يعني بالنسبة لي بتكون هي متعبة شوية لأنه زي ما قُلت لك ديل الآلات وأنت يعني صوت، بالvocal فهي متعبة، وفي نفس الوقت حاجة كويسة بتساعدك شديد، وبتدخّلك فيها أفكار، ففي متعة برضه في الموضوع، يعني بالضبط، أنت قاعد فلان بيشارك، فلان بيشارك، وأنا من هنا حابب أي زول في الحياة يعني يشتغل معاي في كل الآلات والّا مهندسين الصوت في خلال السنوات اللي فاتت دي كلها يعني أشكره إنه مهمًا كان حجم الحاجة اللي بيقدّمها بسيط، قدّم لينا كتير شديد، يعني استفدت كلّهم يعني، ليهم دور أكيد، أكيد وكلّهم من بيفرق أصغر واحد دورهم. لأكبر واحد يعني،
ولا يعني دي الكمية كبيرة معها مستحيل أقدر أعدي. يعطيهم العافية كلّهم. أنا باحبهم شديد يعني كلّهم. يا بختهم فيك والله. طيب أنا دايمًا باحب في قمرة ما أكون تقيلة ولا على ضيوفي ولا على اللي بيحضرونا، إمم، وأنا لو عليّا ما أوقّف وما أخلّص وأحس كل مرّة بندخل في تفاصيل أكتر. بالنسبة لي أنا جديدة، إمم، وبالنسبة لك بما إنه دايمًا بتكون ما كتير حوالين الناس مثلًا أو كتير بيشوفوك الناس بالنسبة ليهم، أتمنى كمان يكونوا عرفوا حاجات جديدة عنك. أنا جدًا مبسوطة إنك الله كنت اليوم يسعدك يا معايا رب. في قمرة، وأنا دايمًا باقول إنه الفن ما بس ألحان وكلمات، الفن أعمق كتير، كتير جدًا من إنه إمم، يكون لحن وكلمات، وهو باظن إنه طريق إنه أحيانًا الواحد يفهم نفسه ويعبّر عن غيره وسط الزحمة والضجيج اللي إحنا يعني عايشين فيه، فرحلتك باحس إنها جدًا رائعة وفيها up and downs كتيرة وأكيد زي بقية البشر، ولكن التوازن ما بين الغموض اللي حتى باسمعه في صوتك وما إمم. بين غناك، باحس حاجة جدًا راقية، وأنا مرة تانية شاكرة لحضورك وشاكرة للقائك ومبسوطة جدًا إنك كنت معانا في قمرة. والله أنا اللي حابب أشكرِك جدًا، يعني أنا في الطبيعي ما باقدر أقعد المسافة الطويلة دي كلّها أتكلّم، فما حسّيت بالزمن حقيقي يعني ما مجاملةً ليك، وعايز أشكر كل الشباب معاك يعني كتّر خيرهم. ما عايز أطوّل في الكلام برضه، لكن بما إنه الواحد ما قاعد يظهر كتير، أنا عايز أقول إنه لو في حاجة حصلت في الفترة اللي فاتت دي كلّها سواءً في مزيكا والّا في غير مزيكا ما كانت مرضية وما قدرت الطموح، فأتمنى إنه الناس تدّيني فرصة في الفترة الجاية إنه أنا أحاول أصلّح الكلام ده، لإنه أكيد. شغال على كذا حاجة، ولو في زول زعلان منّنا يعفي لينا، لحد ما نتلاقى تاني إن شاء الله في ساعات خير، إن شاء وحُب الله. كبير واحترام كتير لكل الناس. شكرًا جزيلًا يا محمد، شكرًا الله جزيلًا، يكرمك يا رب. وباقول شكرًا لكل اللي وصلوا معانا للنقطة دي، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة، ويكون أكيد معانا نجم حوالين قمرة ونتعرف عليه أكتر. تمسوا على خير.